السلام عليكم، أهلا وسهلا وحاقفكم على حديقة شهلبازة من أجمل الحدائق اللي ممكن نرايحلها في مدينة مشهد ببعد حوالي 18 كيلومتر عن الحضرة. أنا مرشدكم الطبي وراح أخذكم على فد جولة في مدينة مشهد. أنا عمار موسى ومشهد، وأحب أشارك لكم لحظات حلوة اللي نقدر مع بعض نقول يا ربي الحمد لله والشكر. حتى لو الظروف ممكن ما تسمح لكم تجون، على الأقل تقعدون وبيتكم وتشاهدون من التلفزيون مناظر اللي رب العالمين هو خالقها إلنا حتى احنا نشوفها ونشكره. ابقوا وياي. هم صارت عندنا أمطار وأني قررت إنه آخذكم على فد جولة حلوة، لأنه أني أحب هذا المكان. في أجواء اللي تصير عندنا غيوم، أجي هنا أرتاح، أشكر ربي، أقول يا ربي ممنون منك على كل النعم اللي بتعطيني إياها، على هاي الطبيعة الحلوة والنظيفة، على إنه أقدر أشوف هذا الجمال اللي موجود هنا وأتونس من شيء اللي موجود. اليوم اللي دا أتكلم وياكم احنا عندنا تاريخ 8/6/2025. الأجواء حاليا في ساعة بال1:30 الظهر حوالي 21 إلى 22 درجة. عادة في شهر السادس وهيك أوقات ما يكون احنا عندنا هيك أجواء لطيفة وحلوة. طبعا خلي أشوف هنا، شفت المنظر كلش حلو، قلت لازم أصور لكم إياه. سعر تصريف الدولار حاليا دا أتكلم وياكم. شوفوا سبحان الله، شوفوا شلون جمال، ما شاء الله. سعر تصريف الدولار لكل 100 دولار حاليا حوالي 8 ملايين تومان يصرفوا لكم. هسه شوي أقل شوي أزود، حوالي الأسعار هيك تكون. إذا بالبطاقة ممكن 200 تومان أرخص يصرفوا لكم. وممكن لما تشوفون هذا الفيديو الأسعار كلش تكون متغيرة، أو ممكن أنا أصلا ما أكون بهاي الدنيا، ممكن أي شيء يصير. أما تعطيكم معلومات باللحظة. بهاي اللحظة اللي انتم تشوفون الفيديو، إذا يعني من أوائل الأشخاص اللي تشوفون هذا الفيديو، لازم تعرفون إنه الأجواء، الأسعار، الغلاء، الرخص، كل شيء أمر نسبي. يعني ممكن بالنسبة إلي كلش يكون الحاجة غالية، ممكن بالنسبة لك تكون الحاجة رخيصة. ممكن هذا المكان أنا أشوفه وأعشقه، أعشق حتى لو أشوف هذولي الزرع اللي أصلا ما أدري شنو اسمه وأتونس. ممكن واحد يشوف يقول شنو هذا، أنت بطران جاي على هذا المكان. بس أنا بالنسبة الشيء اللي أنا أشوفه وأباوعه وأتونس منه أتكلم لكم. هسه يسألون إنه فضل الأجواء شلون تكون. هسه أنا لابس هاي السترة، ممكن غير واحد ما يلبس هاي السترة. فلما على الواتساب تسألوني إنه فضل شلون الأجواء حاليا، الأسعار غالية رخيصة، ما أدري شنو لازم أجاوب الصراحة، لأنه ما عندي جواب إلى فد شيء. هسه أنا أقول الجو حلو مو حار، أكو ناس يقولوا لي لا أنت فرضا متوهم. أنشر مرات فيديو أنا من شارع وكيلابات، فرضا بيتي قريب عليه هنا، أنشر إنه صاير عندنا مثل ما يقولون أمطار. أقول عندنا أمطار، أكو ناس يقولون إحنا بمشهد أنت متوهم ماكو أمطار. منطقة عن منطقة تختلف، شخص عن شخص يختلف. أما الشيء اللي يبقى دائما نفس الشيء هو هاي الطبيعة الحلوة، إنه واحد يقدر عليه يشكر ربه ويقول يا ربي ممنون على هاي النعم الحلوة اللي مطينا إياها. أنا عندي كثير من الفيديوهات. طبعا عن عنوان هنا مثل بداية شفتوا، من بعد شارع وكيلابات 81 يوجد فد جسر. هذا الجسر يسموه بول نمايشگاه. بول يعني جسر، نمايشگاه اسم هذا الشارع. ليش نمايشگاه؟ لأنه في هذا الشارع اكو معرض دولي اللي احنا نسميه نمايشگاه، معرض نمايشگاه. اوكي، فعلى هذا يسموه هذا الشارع نمايشگاه. لما تدخلون في نمايشگاه، اعتقد يصير نمايشگاه رقم 15، تدخلون على مكان اللي تقدرون تدخلون على هاي الحديقة. يعني انتم سائق التاكسي تقولوا له انه يجيبكم على هذا العنوان اللي مكتوب. اذا بدتوا تجون ويا المترو من ميدان بسيج، تركبون مثل ما يقولون
نسيت والله اسمه. المترو اللي يكون يعني شو يسموها مال وكيلابات، وتنزلون في محطة اللي يسموها محطة بهجوهيش او نمايشگاه يسموها، ومن هناك تتمشون حوالي بالكيلو الى هذا المكان. شوفوا هاي الحديقة جزئين يسموها حديقة شهل بازة. طبعا هاي لحد هذا الشارع نهايته احنا عندنا هاي الحدائق لحد بستان بركة اللي صاير نهاية شارع سيد رضي. بس شنو الجزء الاول انه بهذا القسم يكون، والجزء الثاني يكون على هذا القسم. هذا القسم بمكان العاب للاطفال، بحمامات، بكل شيء. هو واحد يقدر يعبر هذا الجسر عن طريق او يروح على ذاك المكان عن طريق هذا الشيء اللي تشوفوه. هاي الماي من وين يجي؟ من الامطار والثلوج اللي تموع من الجبال اللي موجود في طرقبة. شوفوا الثاني هذا الشلال اللي صاير هاي قدامي. انا دا اتونس، انا متونس ما شاء الله. شوفوا هنا شنو احلى من هذا؟ ماكو احلى والله ماكو. الحمد لله والشكر. فهنا يصير تركيب من الصخر، من البحر يعني بحر يعني ما يقصد، اوكي، من الزرع الحلو، من القعدات الحلوه، الواحد يقدر هنا يقعد. بس شنو الشرط؟ الاجواء كلش تحكم. الاجواء تحكم انه الجماليه هنا تصير اضعاف او ما تصير اضعاف، تبقى على الشيء اللي لازم يكون. اما فرضا شوفوا هاي هنا مسوين قسم جايبين رمل من بحر شمال ايران وخالين رمل على مود شنو الاطفال يجون يلعبون بالرمل. اكيد تعرفون انه الرمل واللعب بالتراب للاطفال من اهم واحلى وافضل انواع اللعب اللي موجود اللي يقدر يسويها الطفل. اتكلم لكم عني. شوفوا يا اصدقائي، أنا مواليد مدينة مشهد، عايش في مدينة مشهد، حياتي في مدينة مشهد، كل شيء في مدينة مشهد، ودارس هنا ومتزوج هنا وابني متولد هنا، فحياتي كلها في مدينة مشهد. دارس هندسة معمارية، اما اني اشتغل مع فريقي اللي مكون لي فريق كامل من يعني شباب طيبين حبابين، نشتغل في امور الطبية فقط. هم بطهران عندنا احد على مود السياحة والطب، وهم احنا حوالي 6-7 نفرات نكون في مشهد، نقدر نساعدكم في كافة الامور نسميها الطبية. اما حجز فنادق هيك امور، انا انشر لكم على الفنادق عن المطاعم، هذا مو يعني انه انا اكون صاحب الفندق او صاحب المطعم او فد شيء. هذا يدل انه انا احب اساعدكم. هسه مو الكل يجون على امور طبيه، خب انا ما لازم اكنسل الموضوع. مجرد شخص يحب يجي يزور المدينه اللي انا متولد بيها وهو يتكلم باللغه العربيه وانا اقدر اتكلم هاي اللغه العربيه، فهاي لازم اعلمه واخليه انه يعرف لما يجي على مدينه مشهد وين يروح، وين يفتر، وين يتونس، حتى اقدر اعكس نظره حلوه عن المدينه اللي متولد بيها. وغير عن هذا احب بنفس الوقت اعطيه معلومات، احب انه اكون شخص مفيد قد ما استطيع. انا اتصور انه اقدر افيد الناس مع هاي الفيديوهات. وشوفوا يا اصدقاء، هاي كلها، هاي قطره منه كلها من نعم اللي رب العالمين ناعمها علينا. شوفوا يا اصدقاء، لما تشوفون امطار روحوا على الحدائق، انتم موجودين بمشهد روحوا للحديقه، يعني لا تقعدون بالفندق. يعني الحدائق احلى مكان اللي واحد يقدر يروح. هاي هم يا اصدقاء ساليني قبل كانوا هاي فنادق، لا هاي مش يعني شقق يشتروه يسكنون بيها الناس. واحنا هنا صراحه ما الواحد ياجل له شقه او شقه صراحه قليل تقدر تلقون، لانه هنا ماكو رغبه انه واحد
مثل ما يقولون يسكن هنا. عندنا فندق نوفين بالاس قريب عن هذا المنطقة 5 نجوم، أكيد أسعاره راح تكون غالية يعني 5 نجوم. وليش هنا؟ لأنه احنا هنا قريبين على شهركة صنعتي، يعني حي أو المدينة الصناعية اللي موجودة في مشهد. شوفوا هاي الشجرة قد حلوة هنا، سبحان الله. وجيت هنا حتى أراويلكم. شوفوا حسب معرفتي انه هنا تحت القاع اللي تشوفوه هذا سادي يكون اللي هذا المي اللي هنا تشوفوه هو اللي ينظفه. وشوفوا هاي هنا القمم او شو يسمى، ما ادري شو يسمى، زباله او تكرمون. هاي على مود واحد يخلي بيهن وحده اكل وهيك اشياء، وواحد يخلي بيها بلاستيك واشياء اللي واحد او قزاز او فشي اللي يقدر بعدين هم يعني يصنعون مره ثانيه بيها حاجات، فرضا اكياس زباله او قزاز على مود الامور اللي ما يستخدموها على مود الاكل. فشوفوا ايش قد حلو، سبحان الله. أنا أعشق، أنا كل يوم اللي أقعد من النوم، كل يوم الصبح أقعد من النوم أعشق ربي أكثر وأشكره على مود خلاني إنه أعيش يوم ثاني. هاي كلها نعمة. هسه واحد يحب يصدق هذا الموضوع، واحد ما يحب يصدق، واحد يريد يصدق، واحد ما يريد. بس أنت اللي اليوم قعدت مرة ثانية من النوم، هاي رحمة من رب العالمين. هسه تريد أنت شوفها هاي صغيرة، شوفها هاي كبيرة، شوفها انه فرضا لا هذا شيء طبيعي. انا بالنسبة لي مو طبيعي، لانه لما تقعد من النوم يعني الله سبحانه وتعالى يعطيك هاي الرحمة وراحم عليك، ومعطيك هاي هدية انه اليوم تعيش بصف اقربائك واصدقائك وعائلتك. فانا لي حد ما عندي صحة كاملة تامة، مو بس شغل، اطلع واستطلع اشوف هاي. شوف ما شاء الله ايش قد حلو. ليش ما اتونس من مشاهدة هيك اشياء؟ فطولت عليكم، بس حبيت اشارككم هاي اللحظات الحلوة. طبعا اني ممكن هسه اقطع الفيديو بعد، بس ابقى اخذ طاقة ايجابية من النعم اللي رب العالمين ناعمها علينا، واعيش. ولانه واحد يسمع هواية ممكن اخبار سلبية، ممكن هواية اشياء تكون، بس رب العالمين خالنا هالطبيعة وهالجمال حتى نقدر ان شاء الله نكون لا ننسى ان نعم رب العالمين دائما موجودة في حياتنا، بس لازم نقدر نشوفها. مرشدكم الطبي عمار موسى ومشهد في مدينة مشهد يا اصدقائي. اتمنى دائما اقدر افيدكم، اساعدكم، انطيكم معلومات اللي تفيدكم. واتمنى اذا عندكم اي سؤال استفسار، ممكن شفتوا انه جو الفيديو اسعار بعض الخدمات الطبيه كانت موجوده عندنا هنا، تقدروا تتواصلون وياي. انا شخصيا راح اجاوبكم وانطيكم معلومات اللي تفيدكم. فاضل اقول لكم اذا عندكم فحوصات طبيه دزوها لنا، الشباب يشيكون ويعطوكم الجواب، لانه احنا نحب قبل ما تتجون على انه تسوون اي نوع خدمه طبيه او عمليه في ايران تحديدا مدينه مشهد، يكون عندكم معرفه تامه بالنسبه للتكاليف، مده البقاء، وانه احنا تعرفوا من البدايه من المطار نستلمكم ونرجعكم للمطار. تجون مع ابتسامه نرجعكم مع ابتسامه، تجون زعلانين هم نرجعكم مع الابتسامه، الا ما راح نرجعكم اذا ما تبتسمون. تحياتي لكم يا اصدقائي، الى اللقاء، مع السلامه.